او وقت اللي يتيحوا او وقت اللي تدور عليهم الدنيا ما ننكرهمش. شفيق جراية بعد الثوره دارت عليه الدنيا وتنكروا له برشا اصدقاء ولقى روحه في ضيق. هذا يعني خاطر علاقته بالطرابلسيه. استنى ولقى روحه في ضيق والصديق وقت الضيق، وانا كنت الصديق المناسب. واجهت اتهامات كبيره كبيره ياسر بشفيق الجراية وكأنها علاقه مشبوهه. ديما نقول اللي عنده الدليل حول شبهات في علاقتي بشفيق الجراية يتفضل يوريهم من غير تردد، يوريهم في الفيسبوك او في التلفزه او في الجرايد، ينشرهم. اذا اعطاني حاجه، اذا سلم لي حاجه، يتفضل يوريها. وسيظل شفيق الجراية صديقي. اموره الاخرى تهمه هو، تخصه هو. الاتهامات ثم قضاء يبرئوا منها. كما قلت لك انا وفي الى اصدقائي. الاسم الموالي المرحوم نجيب الخطاب في كلمة. الله يرحمه. الله يرحمه. المدرسة. شنو عملت سمير الوافي باش تقابله؟ احكي لي. المرحوم نجيب الخطاب كنت أنا صحافي صغير برشا في العمر وفي كل شيء في التجربة، ومازلت كي بديت نكتب، مازلت كي بديت يعني ربع ساعة صحافة. وكان المرحوم نجيب الخطاب يعني في ذروة النجاح نتاعو والإشعاع والشهرة، وما كنتش نجم حتى نقابله أو حتى نسمع صوته. كان عملاق الله يرحمه. كنت نتعمد أني ننقده وساعات نجرحه في الجريدة باش يكلمني، وكنت نفرح وقت اللي يبدا يهز التليفون وهو سرار بعد 10 مقالات يطلبني. كنت نفرح ونبدا يطربني صوته وهو يسب فيا. كنت نراها حاجه كبيره اني حركت مشاعر المرحوم نجيب الخطاب. وقت اللي قابلته اول مره نرعش، وكان قال لي كلام حلو برشا شجعني. نرعش يعني من عندي تصويره معاها كي نشوفها نقعد ربع ساعه نخزر لها. الله يرحمه. جميل. الناس هذوما ما عادش موجودين يعني بالعكس كي يشوفك كان يلقى انه يحبطك يعني مش يشجعك بكلمه. بالضبط. جميل. باهي الاسم الاخير معنا جريدة الصريح في كلمة. عائلتي. جريدة الصريح بداية الطريق، رفيقة الطريق، المدرسة اللي تعلمت فيها، الأساتذة. يعني ما نجمتش نكتب في حتى جريدة بعد جريدة الصريح، لأنه علاقتي بجريدة الصريح ما كانتش مجرد مهنة بالنسبة لي أنا، كانت فعلا علاقة، لا صفقة ولا مهنة ولا. كنت نحس اللي أنا كلمة في جريدة الصريح وحرف في جريدة الصريح وسطر وصفحة وجزء كبير منها. سمير الوافي كي كنت صغير كنت عامل جريدة في الليسي تسب في الأساتذة وفي المدير. كيفاش الحكاية هذه؟ والله شوفوا قاعدين نشوفوا في تصويرة سمير الوافي وهو صغير. سي كونفيرمي لي انا عامل عملية تجميل. اعترفت واخيرا اخر الحلقة اعترف اليوم عامل عملية تجميل. هاي قل لي سمير كيفاش كنت تسب في الأساتذة والمدير في الجريدة؟ لا كنت نقرا وقتها في الليسي في ولاية زغوان. وكنت كل نهار الجمعة كانت وقتها كراسة نمرة 24 هذيك مازالت تطور. نجبد نقلع منها 4 دوبلفيات ونكتب في الدوبلفي الأولاني الورقة الأولى الكوكب، جريدة أسبوعية بالفترة يكتبها يعدها ويقدمها سمير الوافي حكي وحريري. أي. وكنت نسكن في المبيت وفي الصفحة الأولى كنت نعمل عناوين كبيرة برشا. مثلا الماكلة في المبيت ما كانتش تعجبني، خبز وماء، والماكلة في المبيت لا. مدير المعهد يعتدي على تلميذ.
أستاذ الجغرافيا تتغيب بسبب مشاكلها العائلية. هذه عناوين كتبتها مازلت نتذكرها. وتعديت على مجلس تأديب 21 مرة بسبب الجريدة ذي. وتسببت في مظاهرات في الليسي. الجريدة لأنه كنت نعملها في 4 دبلفيات، ثم المصروف نتاعي نطبعها منه فوتوكوبي. كان الفوتوكوبي ب 20 فرنك و 10 فرنك. مشاكس من الصغرى يعني. كنت نطبع والتلامذة ولاو يستناو في الجريدة كل نهار الجمعة، ويتذكروني زملائي اللي قراوا معايا توا ويتفرجوا فيا. كانت الجريده ذي تعمل مشاكل. استدعاء الولي، الوالد نتاعي عذبته، استدعاه يمكن 16 مره، في الاخر انكر فيا قال مش ولدي. لانه بالنسبه لي كان مرض هذايا، نعمل في جريده ومخلي قرايتي وما نعرف شنو، ونهار الكل نعمل في مشاكل مع الاساتذه ومجالس تاديب، والمدير يضرب فيا وحاجه ما تتخيلهاش في مخك. سمير الوافي قداش عنده اخوه؟ عندي 3 اولاد و2 بنات ربي يفضلهم. ماهر، صابر، معز، أميرة وحياة. أميرة. أميرة هي أصغر واحدة في العائلة. أميرة أختك جبناها لك. أهلا وسهلا. صفا. مرحبا بك. يعيشك. مرحبا بك. يعيشك. باش يجيبوا لك كرسي أميرة باش تقعد معانا. ميرسي. ان شاء الله تكون عجبتك سيربريز. اكيد باش تعجبوا. اميره هي اختك وهي صحفيه معاك في فريق برنامج لمن يجرؤ فقط. اميره هي اصغر واحده في العائله، دونك عندها مكانه خاصه برشا. قرات صحافه، هذا اختيارها اللي احترمته، وربما تاثرت بيا من الاول. اميره خلينا نسالوها هي. اميره هي اختي اللي نتشرف اني قريتها من السنه الاولى ابتدائي حتى لين خذيت قرات، عملت ماستر في معهد صحافه وتخرجت. ونتشرف انه هذايا اثمر صحفيه باهيه، وان شاء الله تنجح في المهنه نتاعها، وتوا تخدم معايا في فريق البرنامج. ان شاء الله. اميره الوافي، عفوا، مرحبا بك، نورتني. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناه حنابال، ونوركم سمير بحذاكم. عايشك انت نورتنا. أميرة، كنت مغرومة بسمير الصحافي المشاكس، قدوة بالنسبة لك؟ أي كنت مغرومة به، وديجا مشيت في نفس الطريق في كنت يعني ما عادش؟ كنت وما زلت. كنت يعجبني معناها في السيل نتاعو كمناشط، مش خاطر خويا وكل، لما كصحفي يعجبني عمل سيل لروحه، عمل اسم وكل. مشيت في الاورينتاسيون، اخترت باش نمشي صحافه، ولو اني استشرته هو قال لي مش انا مش نختار لك، اذا كنت تحس في روحك تنجم تكون صحفيه. هذه حاجه حكايه غرام، معناها لازمك انت تعرف شنو. انا قلت لها ما ننصحكش بكل صحيح. اي قال لي مهنه البتاع بكل، اذا كان انت تحب المهنه ذي وتحب تمشي في الطريق هذايا، دونك تفضل. يعني أميرة الوافي نجموا نشوفوها مشاكسة على طريقة سمير الوافي؟ ان شاء الله. علاش لا، هو المشاكسه والبروفوكاسيون موجوده في العائله، موجوده في كلكم هكا معناها. موجوده بطبيعتها. مش خلينا نرجعوا لسمير في العائله. سمير مدلل في العائله؟ سمير مدلل ومدلل العائله زوز، معناها يحبوه برشا، وهو الكبير سورتو عند امي وبابا، هو ماما عينيهم، هو الكل في الكل، الكل في الكل، معناها فماش انا صغيره وهما عندهم، هو اقرب ليهم، هو يحبوه اكثر. كي تسال ممكن امك كيفاش كان هو صغير، يعني كان مشاغب هالشغب والمشاكسه ان صحت العباره اللي خلقت اعلامي متميز يعني؟ في الصغر ديجا تعبهم شويه، خاطر الصحافه حكايه غرام، وكيما كان يحكي سمعته في الكواليس، كان من الصغر مشاكس على الاخر وعنده فازات، وهما يخافوا عليه. كانوا هو الاول اللي بدا في الصحافه، بدا في الدومين، هو الاولاني في العائله. من الاول كانوا جرايد برشا، الصغار يلعبوا ويقراوا، هو اللي جرايد واخبار وتلفز ويتبع الفنانين وش فما. حسوه مش يذيع على قرايته، ما كانوش موافقينه انه يمشي في المجال هذايا، يقولوا له لا تلهي بقرايتك ومدري شنو، ما نجموش، ديما ماشي في الثنيه هذيك. كان من بعد كبدا في الصحافه وكل، وافقوه ولاو يشجعوه على باش يتبع الصحافه وكل، وعجبهم كيف خدم ونجح في الدومين هذايا. امي تخاف عليه على الاخر وتحبه على الاخر، عندها اغلى حاجه عندها سمير. توا كي تتفرج الحمد لله تبدا فرحانه على الاخر، ملي يدخل الاستوديو تبدا تتربج بيه، وهو تبارك الله عليه. شو تقول له؟ تربج بيه شو تقول له؟ ملي يدخل هو مازال داخل الاستوديو، تبارك الله الوهره وطل، وتبارك الله على ولد بابا تلمون. بابا يغير منها كي يشوفها تحكي كيكا، يغير يقول لها يا اخي ولدك انت وحدك جبتو، كاين انت ما يحبش تشكر واحد، عرفت؟ باهي. وش تربجوا بيه في الدار؟ شو يقولوا له؟
امي يقول له سمير سمير تقول له الكل سمير. اني تو شويه عيط لك سمير من هنا لاخر تتفرج في البرنامج. لا انت تعيط لي سمير تجيب لي اشاعه، ما امي لا. امي تتفرج في البرنامج تبدا تستنى فيه من قبل ما يبدا، وتزيد تتفرج في الاعاده، تقولش عليها ما تفرجتش بالكل، تعاود تتفرج وتثبت وتزيد تتفرج في الاعاده، حاسيلو مركزه معاه بالكدا وديما تتبعوا الكل. تنقدك، تعطيك بعض الملاحظات امك ما دام تتفرج في البرنامج وفي الاعاده؟ والله نتمنى امي تنقدني في حتى كي نبدا مش عجبتني الحلقه ومورالي طايح، امي تقول لي انت احسن مذيع في العالم. اي فوالا. وحتى كي ما تفرجش في الحلقه تقول لي